السلام عليكم. اليوم شهوات عيشوش رايحه تقدم لكم الحلوى بالياغورت. حلوى بسيطه. نستحقوا اول شيء 250 غرام زبده، علبه ياغورت، قشور ليمون، معجون، فرينه، سكر كلاصي للتزيين. اول شيء قلنا ناخذ 250 غرام زبده، ناخذ فيها علبه الياغورت، كيفيه بسيطه وسهله. الزبده تكون حسب حراره الغرفه. ناخذ قشر الليمون ولا القول اللي عندكم، انا نحب بزاف قشر الليمون. نوضعوا الفرينه حسب ما تلم العجينه، كي صعب ليها هكا تكون عجينتها خفيفه ماشي يابسه. هاد الكيفيه ما تكلفش بزاف، يكونوا جايينك ضياف ولا تخدميها بسرعه. ها هي العجينه بعد ما لميناها كتشوفوا. نوضعوا الفرينه ونفتحوها بالحلال. العجينه هكا تبعوا الطريقه مليح. وضعوا كما هكا، حيدوا هذه، نوضعوا قليل من المعجون في العجينه هكذا كما راكم تشوفوا. نمسحوا تشوفوا هكذا، ونلوي العجينه كما هكذا. هاكا تشوفوا مليح، تلويها العجينه. هاكا تشوفوا مليح كي تلويها، تقطعي على هذا الشكل وتوضعيها في الفرن. ها هو بعد ما وضعناه في البلا نوضعوه في الفرن على 150 درجه. كي تشوفوا هكا كي الصعب ليه يتحمر شويه دوغي نخرجوه. بعد ما خرجناه من الفرن راكم تشوفوا نيشان هو سخون، نحطوه في السكر كلاصي. ما نبداو في السكر كلاصي، ولا تقدروا ديروا في بولسه وتمربدوه مليح، ديروا فيها السكر كلاصي ولا كيما هكذا. تاخذيه في الكيسات. هو سخون باش يشد السكر كلاصي. كيفيه بسيطه خفيفه. ها هو في صحن التقديم، وتزيدوا لابغيتو تزيدوا السكر كلاصي تزيديه كيفيه كما هكذا.